ما تنسيها أبدا في إطعامكم، لأن الأولاد والله فعلا عندهم سوء تغذية فوق الخيال. سألت نفسك قبل كده لو ربنا ما كانش خلق مساكين كنا هنعمل خير ازاي؟ كنا هنعمل الخير مع مين؟ لو عرفتم حقيقة الخير مع المحتاج مش هتبطلوا تعملوا خير. والله العظيم انا مش مصدقه. انا لسه قافله معاها دلوقتي حالا، وهي بتقول لي انا حاولت ابعت لها كتير، وكنت نفسي هي تعمل لها الاكل عشان تخف. حتى لو بطبطبة على كتف ست جدعة في عينيها قصص وحكايات عن الاحتياج والصبر. انا على فكره ده عيالك يا رشا، انا صايمه، ده عيالك، ده عيالك والله. ولو سمعتوا دعوة حلوة من قلب صادق بتحس ساعتها إن ظهرك مسنود من ربنا القادر الفاعل اللي بيرزقك عشان ترزق غيرك. والله العظيم انا ما قادره احكي لك انا فرحانه ازاي ان حضرتك رديتي عليا، وهستنيكي ان شاء الله تجيلنا. انتي مش فاهمه انا بحبك قد ايه. أكبر درس اتعلمته في الإطعام، صدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. أيوة، تعمل الخير وما تستناش نتائج، لأن النتائج معروفة وحتمية. حاول، جرب. ويسعد قلبك زي ما أسعدتيني، وما يجعل لك كرب أبدا أبدا، ويعطيك يا رب يا رب يا رشا حتى يرضيكي يا رب. وخليني أقول لكم إن ربنا عايزنا ننوي ونسيب الباقي عليه. حاولوا تزرعوا بذرة والكريم هيخليها شجرة وأحلى ثمرة. وأشوفكم على خير يا أهل الخير.